السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم كلكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت ان شاء الله ندير معكم البطبوط. عندي خيزو، الجزر، عندي حبه القرعه حيت ولادي ما كيبغيوش القرعه، عندي البصله، عندي الكفته، فوتوا لي عند التوابل، عندي الابزار، عندي الفلفل الاسود، عندي سكينجبير، عفوا عندي دائما نخطا، عندي سكينجبير، عندي الابزار هو الفلفل الاسود، عندي القزبور يابس هو السر ديالها، عندي شويه ديال الخرقوم، عندي شويه الملحه، عندي التوابل نتاع الكفته وضمه الصفران راه كاين هذا. انا سمحوا لي المشاهدين ديالي، العجينه راني عجنتها، علاش مزروبه داكشي علاش عجنت العجينه. مره اخرى غادي نعجن معكم العجينه ديال البطبوط، ميني بطبوط. ان شاء الله مره اخرى غادي نعجنها معكم. دابا غادي نفوت ونقطعوا البصله، بس غادي نقطعها في كان فيها الماء ولا غادي نقطعها هنايا حيت جاني في واحد الوقت مزروب، يعني خصني دغيا نوجدهم. عفوا المشاهدين، ما كنتش درت المواس نسيتهم، خصني ندير المواس عاد ندير فوق منهم، ماشي مشكل. غادي نقطعوها غير عشوائيه حيت غادي نطحنها، غادي ما كتطحنش هذه، غير البصله كتشلضها. شلضتها دغيا كتشلضها. واللي عنده الهشوار يديرها فيها، اللي ما عندش الهشوار يشلضها غير في هذه زوينه صراحه. كتشلضها غزاله. غادي نجيبو المقله ديالنا، درت فيه شويه نتاع زيت العود وزيت المائده، غادي نضيف فيه هاد البصله باش غادي نديرها تشحر. نرجع معكم باش نحك ديك خيزو والقرعه. شتيها كتشلضها كتجي غزاله بلا ما تقيد، عاد كتشلضها بيديك. غادي نضيفها غادي نحطها على البوطه باش تشحر بدون غير بالزيت والبصله. من بعد عاد ندير التوابل. دابا غادي نجيب الحكاكه وغادي نشوف لها هاد الشيء، هادي هي علاش غادي نحك خيزو. ما نقوي الماعن غير هكا، غادي نهبط لتحت، ما نطلعش ونهبط.
البنات نحك الخيزو ونرجع معكم. البنات انا حكيت الجزر ديالي ولا خيزو، وحكيت القرعه ولا الكوسه، كل واحد كيسميها. دابا غادي نرجع نشحر البصله ونخليكم معايا. مشاهدين ديالي، ديال البصله ديالي دابا راه طاحت تحمرت. دابا غادي نضيف لها الخيزو ونضيف لها القرعه مره، نخليها عاوتاني تولي طيح. ديك الساعه غادي نخليوها طيح باش ديك الساعه نديرو لها التوابل ديالها اللي مكفته. مشاهدين ديالي غادي نضيف التوابل كلها، غادي نحركها ونخليها تقلى حيت راه طاحت شويه، يعني ما بقاتش طابت شويه، ما بقاتش خضره. كاين اللي كيدير فيها الفلفله، وانما انا ولادي ما كيبغيوش الفلفله. القرعه راني غير درت لهم داك الوحيده صغيره مخبيه، اما ربما ما يعيقوش بها. ولادي ما يبغيوش الفلفله وما يبغيوش القرعه في هاد البطبوط اللي راني نصوب، ما كيبغيوش فيه مشاهدين ديالي غادي نضيف 2 وريقات ديال سيدنا موسى باش نسم بهم. مشاهدين غادي نضيف الكفته ديالي هنايا باش طيبتها هي، حيت دابا راه كلشي طابقه غير الكفته. قليل من الكفته، ما دايرش الكفته بزاف. باش كنسم بها دايرش بزاف، غير 50 درهم، عفوا 300 ريال. 50 درهم راه بزاف، درت غير 300 ريال 300 ريال باش نسم بها وصافي. ما نطولش عليكم حيت ما بغيتش الفيديو يكون عندي طويل. المشاهدين ديالي غادي نحيد الورقه ديال سيدنا موسى باش غادي نضيف الرز. كاين اللي كيدير في الشوربه الصينيه، انا غادي نضيف الرز حيت انا عندي واحد ولدي كيبغي الرز وما كيبغي الرز في كلشي، كيحمق على الرز وما يبغيش الزعتر، يعني ما غاديش نسم بالزعتر. ليلو هو انا اللي غادي ندير الزعتر، ولكن ليلو هو ما غاديش ندير الزعتر. غادي نضيف هذا الرز هنايا يشرب شويه ديال التوابل. المشاهدين ديالي ما نطولش عليكم، صراحه الرز كيعطي واحد الطعم زوين فيه والله، الا كيجي واعر. وانا ولدي يبغي غير الرز، كلشي كيبغي الرز، ما يبغيش الشوربه الصينيه. كيقول لي ما ديرليش ماما الشوربه الصينيه، دير لي الرز. كندير له الرز كيجي صراحه كيجي واعرين. يلا خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. شكرا مشاهدين ديالي، هذا هو التعميره ديال البطبوط ديالي هو هذا. ان شاء الله من بعد نوريكم الطريقه نتاع البطبوط باش نعمر. هذا هو البطبوط ديالي. دابا غادي نعمر معكم البطبوط ديالي. الحشوه هي هذه. غادي نحل البطبوط ديالي على هذا الشكل. صراحه انت خاوين وهوين من داخل. ان شاء الله غادي نعمر معكم البطبوط ديالي بهذا الشكل بلا ما نطول عليكم، حيت راه الفيديو قريب لي طويل. نرجع معكم واخا. مشاهدين ديالي، هادو هما ديال البطبوط ديالي. صراحه اللي جا على هذا الشكل صراحه جا رائع، جا زوين بزاف. يلا شكرا مشاهدين، كنشكركم بزاف. الا وصلتوا معايا لهذا الوقت ما تنساوليش جيم وكومونتير، وخليتكم في رعايه الله. باي باي عليكم، الى الفيديو مقبل ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله.
البطبوط ديالي غادي ندوزو مع كويس العصير ها هو. ويلا زوين صراحه العشاء خفيف. يلا خليتكم، السلام عليكم.